انت تعرف ان طبق السبانخ ده فيه حديد يبني جيم، بس المشكله ان جسمك ما بيمتصش غير اقل من 5% منه. يعني كده باباي ضحك علينا واحنا صغيرين واقنعنا ان السبانخ بتنفخ العضلات، او اهلنا كانوا بيسمعوا الكرتون ده مخصوص عشان لما نكبر نحب السبانخ. في الفيديو ده لقيت لك الحل اللي تعرف تهرب بيه من اكله السبانخ. اول حاجه، الحديد اللي موجود في السبانخ ومعظم النباتات جسمك ما بيحبوش لانه من نوع الحديد غير الهيمي. تاني حاجه، ان السبانخ فيها ماده اسمها الاوكزالات او الاوكزاليك اسيد، والماده دي بتمسك في الحديد وبتقلل امتصاصه، وبالتالي جسمك ما بيستفادش غير بنسبه قليله جدا من الحديد اللي موجود في السبانخ. يعني كده تقدر تهرب من اكله السبانخ وانت مستريح الضمير. يعني لو عندك انيميا بسبب نقص الحديد، السبانخ مش هتحل لك المشكله دي، لكن الحل انك تلجا لمصادر الحديد الهيمي اللي جسمك بيحبه، زي اللحمه او الكبده او العدس. طب لو انت شخص بتحب السبانخ زيي تعمل ايه؟ اول حاجه لازم تضيف فيتامين سي للسبانخ عشان هو بيزيد من امتصاص الحديد اللي موجود في السبانخ، وفيتامين سي ده موجود في الموالح زي البرتقال والليمون وكمان في الفلفل. تاني حاجه، يفضل تاكل السبانخ مطبوخه عشان ماده الاوكسالات اللي قلنا اللي هي موجوده في السبانخ بتتكسر بالحراره، وبالتالي جسمك يمتص نسبه اعلى من الحديد. يعني كده تجيب طبق سبانخ وتعصر عليه عصره ليمون وبألف هنا. بس لازم تعرف ان السبانخ مش بس فيها حديد، ده فيها مواد كتيره جدا مفيده جدا لصحتك. اول حاجه، السبانخ بتحتوي على فيتامين كي، وفيتامين كي مهم جدا لصحه العظام وكمان لتجلط الدم الطبيعي لو حصل لك جرح او نزيف. تاني حاجه، السبانخ تحتوي على الياف غذائيه مهمه جدا لصحه الجهاز الهضمي وكمان بتمنع الامساك. مش بس كده، ده كمان السبانخ بتحمي العين من الاشعه الضاره وكمان بتقلل خطوره الميه البيضاء على العين. نيجي بقى لسؤال حلقه النهارده، بما ان السبانخ ما طلعتش السر في الحديد، قول لي ايه اكتر نبات يحتوي على نسبه حديد في العالم؟ بس كده تم القضاء على اسطوره السبانخ وتقدر ما تاكلهاش براحتك. بس كده، ولو عندك اي معلومه عايز تتاكد من صحتها ابعتها لي في الكومنتات ونتناقش فيها سوا. في النهايه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك في القناه وتبعت الفيديو لاصحابك. كان معكم بلال.